الراجل ما بيحبش الست كذا. كمل. ستة. ما بيحبش من الست 6 حاجات. لا الأنانة ولا الحنانة ولا المنانة ولا الحداقة ولا الشداقة ولا البراقة. نشرح. هم قالوا كده في كتب العرب، قالوا احذر 6 أنواع من النساء. الأنانة كثيرة الأنين والشكوى. الحنانة تحن إلى بيت أبيها، كل يوم ريحة عند بابا جاية من عند بابا. فين البيت؟ أنا أروح عند بابا، تمنعنيش. أيوة أروح عند بابا بس في آخر الأسبوع، مش كل يوم. المنانة بتمن على زوجها، مش عارف أنت مين ولا مين، أنا بنت مين، أنت ما كنتش حيلتك حاجة، أنا اللي عملتك. الحداقة طول ما هي ماشية عايزة تشتري ده وده وده. الشداقة بتتكلم في اللي يعنيها والذي لا يعنيها. البراقة بتتزين لغير زوجها، عايزة تبقى جميلة في عيون الآخرين، في عيون الرجال. 6 أنواع. يعني اعتقد كل واحده ست بتسمعنا دلوقتي هتقعد تفكر، انا يا ترى مين فيهم، انا موجوده في ال6 دول ولا مش موجوده؟ ما طبعا ده حاجه مهمه. حاجه مهمه. انما المراه الدينه اللي عندها دين، هنيئا لزوجها بها وهنيئا لاولادها بها. تعرف صلاح الدين حرر بيت المقدس ليه يا استاذ محمد؟ لانه سمع امه وهو طفل رضيع صغير تهدهده وتقول له يا محرر بيت المقدس. سمعها فبنت رجل قبل ان يكون رجل. هي دي. طب دكتور، لو هتوجه كلمه للمراه العامله علشان تعيش حياه سويه وسعيده مع جوزها الراجل الشقيان، نعم، ممكن تقول لها ايه؟ اقول لها استوصي بزوجك خيرا وببيتك خيرا، والبيت ثم البيت ثم البيت ثم العمل، وعند التعارض قدمي الارجح. يعني والارجح البيت. لو تعارض ان مفيش توازن بين البيت والعمل، البيت والاولاد والزوج يقدمون على العمل. المشكله ان المجتمع وبعض الشاشات وبعض القنوات وبعض المشاهير على السوشيال ميديا يقول لها شغلك ثم شغلك. اللي بتقول كده هتفوق وفائت بس بعد فوات الأوان. عندك قصه كتير؟ قول لي قصص كتير. طلبت الخلع من زوجها وبعد ما خلعها بتقول له ارجع لي تاني، قال لها مش هرجع. تعالت بصوتها على زوجها وطلبت الطلاق ووصلت للمحكمة وطلقها، وبعد ما طلقها تزوج عليها. ارجع لي تاني، لا مش راجع.